المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي يصيب الآن طلاب المدارس هو في الغالب أحد المتحورات الجديدة مثل XEC أو نيمبوس NB1881 والتي ظهرت في 2025. متحور XEC هو متحور هجين من المتحورات السابقة ينتشر بسرعة أكبر وله أعراض تشبه التهاب الجهاز التنفسي العلوي مثل الرشح، السعال، ارتفاع حرارة الجسم، رعشة، الإسهال أحياناً، والتهاب العين والأذن الوسطى، وهو أكثر شيوعاً عند الأطفال دون 2 سنين. لكنه يسبب أعراضاً شديدة نوعاً ما. متحور نيمبوس هو متحور فرعي من أوميكرون ظهر مبكراً في 2025 ويسبب زيادة في عدد الحالات. ينتشر بالطريقة المعتادة عبر الرذاذ من السعال والعطس، ويحتوي على طفرات جديدة تحت المراقبة العلمية. بالتالي في المدارس الانتشار يكون متزايد بسبب سهولة انتقال الفيروس في التجمعات بين الأطفال. ويتميز المتحور XEC بسرعته في الانتشار وأعراضه التي تشبه الإنفلونزا مع احتمال التهاب رئوي أو شعيبي أقل حدة من المتحورات السابقة. للتقليل من انتشار العدوى في المدارس ينصح بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، غسل اليدين جيداً، عدم مشاركة الأغراض الشخصية، وتهوية الأماكن باستمرار.